بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج القيادة الآمنة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن القيادة أثناء سقوط المطر. طبعا قيادة المركبة بالطريق العام تحت أو أثناء سقوط المطر تحتاج منا كثير من الحيطة والحذر، وتعتبر القيادة أثناء سقوط المطر من أخطر أنواع القيادة. ليه؟ طبعا عشان بتبقى القيادة في ظل أجواء جوية سيئة، بتبقى سقوط المطر، وجود كثافة ضبابية، تراكم المياه بالطريق، طبعا وما يصاحب ذلك بقى ايه من عواصف وأتربة وثلوج وأعاصير. كل ده بيخلي القيادة غير آمنة وغير واضحة، طبعا بقى برضه الدنيا مظلمة، الرؤية برضه بتبقى معتمة إلى حد ما. كل ده يؤثر على على السلامة المرورية، يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، وبالتالي لإصابات الأشخاص وعمل ويؤدي برضه إلى حالات الوفاة. برضه في المقابل بنلاقي في مجموعة من السائقين بينتظروا قدوم فصل الشتاء وسقوط المطر عشان يقودوا السيارة بتاعتهم في ظل هذه الأجواء. يعني هم بيستمتعوا، بيتلذذوا بالقيادة أثناء سقوط المطر وسماع صوت قطرات المياه وهي تصطدم بالزجاج الأمامي، ويشعرون بالسكينة والراحة. ده كل ده يكون العربية السيارة بتاعتهم مش مجهزة لاستقبال أو للسير في المطر، من ناحية الإطارات، من ناحية الأضواء الأمامية والخلفية، من ناحية مساحات الزجاج. وبرضه أيضا بيكونش عندهم إلمام بالتعليمات أو الأصول الفنية بكيفية قيادة المركبة أثناء سقوط المطر. ده برضه يؤدي إلى حوادث مرورية، ويؤدي إلى حالات إصابات ووفيات كثيرة. أكثر سائقي السيارات مش بيعرفوا المحاذير أو إيش الأصول الفنية التي يجب مراعاتها خلال القيادة أثناء المطر. ده هنعرفها مع بعض دلوقتي إن شاء الله. طيب، إيه الأخطار أو السلبيات المتعلقة بالقيادة أثناء المطر؟ يعني إيه الخطر اللي موجود أثناء قيادة المركبة بالطريق العام أثناء سقوط المطر؟ أول حاجة هنشوف مع بعض كده نقص الرؤية أو قلة الرؤية. طبعا الأحوال الجوية سيئة، سقوط الماء وقطرات الماء على الزجاج، الأرض مبتلة بالماء، فبتبقى الرؤية والدنيا الظلام منتشر، والدنيا معتمة في الرؤية نوعا ما. كل ده بيخلي الرؤية غير واضحة، اللي هي تساعد الكافية إن أنا أمشي بعربيتي وأنا إيه مطمن. تاني حاجة نتيجة زلقة الأرض ابتلال الأرض بالمياه، ووجود برك مائية على الأرض، وأحيانا وجود برضه كثافة ضبابية، بيخلي ضعف ثبات المركبة على سطح الطريق. العربية الإطارات بتاعتها مش بتمسك في المية على الأرض، فسهلة انزلاق السيارة. ليه؟ الإطار ما بيبقاش عنده القدرة على الالتصاق أو الاحتكاك بالأرض بصورة جيدة. تاني حاجة برضو فرامل العربية، مجد الفرامل العربية بتخلي الفرامل ما بتخليش الإطار يمسك في وقته أو في نفس اللحظة في مكان العربية في الأرض. بتضطر العربية مع المية تزحف شوية قدام، بحيث تاخد لها 3 4 خطوات قدام. سنة 2018 في ألمانيا تم تسجيل 4710 حالة اصطدام مروري، بالفحص والتحليل تبين نتيجته بسبب هطول الأمطار. يعني 4710 حالة دول حوادث مرورية بسبب هطول الأمطار. ده يدل على أهمية القيادة أثناء المطر، وإيه الأضرار والأخطار الناجمة عن ذلك. طيب نشوف مع بعض إيه النصائح أو إيه بعض الأصول الفنية التي يجب مراعاتها للقيادة أثناء المطر. يعني المفروض أثناء المطر وأنا بسوق العربية بتاعتي إيه الحاجات الأساسية اللي لازم أتبعها. أول حاجة نشوف مع بعض كده، من الافضل تاجيل الرحله. يعني لو انا رايح رحله معينه، رحله معينه او موضوع معين، مشوار معين، وهو لو مش ضروري او مش ذو اهميه، والجو والاحوال الجويه سيئه، اجله حتى انتهاء هذه الظروف. الا بقى حاله الاضطرار ولازم اروح الرحله دي، يبقى ايه لازم اتبع بعض الخطوات الاتيه. اولا خلاص انا اضطريت وهنزل بقى في الاجواء السيئه دي، اتابع النشرات الجويه من وسائل الاعلام المرئيه والغير مرئيه ومواقع الانترنت. اشوف النشره الجويه، الطرق المغلقه فين، تجمع المياه فين، المرور امشي من انه اتجاه، الامطار دي
هتستمر لمده قد ايه. كل ده هيساعدني في قياده العربيه، بحيث اعرف امشي منين، انه اتجاه، ابتعد عن انه منطقه. اتنين، التحكم في عجله القياده. عجله قياده العربيه خلي بالي وامسكها بكلتا اليدين، او اتحكم فيها بقوه. ليه؟ عشان نتيجه ان الارض مبتله بالماء والارض زلقه، فممكن الاطار مش هيبقى ماسك في الطريق عدل كويس. فممكن العجله القياده ايه، تفلت من ايدي، فامسكها بايديا الاثنين عشان اتحكم في توازن السياره. برضه حاجه تانية، اركز وما اتشتتش، ما اتكلمش في المحمول وانا ماشي، ما اتكلمش اللي جنبي، ما اسمعش موسيقى او في راديو العربيه. اخلي تركيزي كله في الطريق وفي حاله الطريق وفي الرؤيه، عشان ايه، ما اعملش مصادمه مروريه وانا ماشي. طبعا ربط حزام الامان، ان هو شفنا قبل كده مع بعض حزام الامان اهميته، وازاي بيعمل على تثبيت قائد السياره في المقعد، بحيث قدر الله في اي حاجه ما اتحركش من مكانه او ما اصطدمش بايه، بزجاج السياره او بعجله القياده. برضه الحاجات المهمه، اشغل كشافات الاضاءه الاماميه والخلفيه، النور بتاع العربيه. لازم قبل ما اطلع بالعربيه اتاكد ان هو شغال، واشغل النور، الاضاءه الخافضه، حتى لو في عز النهار. ليه؟ الاضاءه الخافضه دي بتعمل زي تنبيه للسيارات الامامي السيارات الخلفيه ان ايه، اللي انا موجود. عشان الرؤيه، احنا قلنا الرؤيه بتقل، وممكن مع الاجواء، مع الضباب، مع المطر، اللي ورا مني ما يشوفنيش. فالاضاءه الخفيفه دي بتدل ايه، يعني بتقول، بنبه ان انا موجود على الطريق. واعمل الاضاءه الخفيفه، مش الاضاءه، مش النور العالي. النور العالي هيعكس في الجاي، اللي جاي في وشي، ممكن يخليه ما يشوفش الطريق كويس. طيب، لو انا، وممكن برضو ناس تانية تشغل الانوار الرباعيه، الفلاشر، الاثنين قدامه اللي ورا، برضو عشان ايه، ينبه اللي ورا منه ان في ايه، ان في موجود على الطريق. في ناس برضو لو الاضاءه بتاعت العربيه مش قويه، تستخدم آلة تنبيه على فترات متقطعه. يعني كل فتره كده، يعني كل فتره تستخدم آلة تنبيه بصوره متقطعه، اللي برضو كوسيله للتنبيه. طيب برضو وانا ماشي في اثناء المطر، وانا ماشي بعربيتي على الطريق، بسيب مسافه بيني وبين العربيه اللي قدام مني بحوالي ثلاث، يعني بمقدار مسافه ثلاث اربع عربيات. ليه؟ احنا قلنا الارض مبتله بالماء، والارض زلقه. يعني قلنا الفرامل والاطارات لما اجي ادوس عليهم، مش العربيه مش بتقف في لحظتها، بتسحب مني قدام شويه. فلازم اسيب مسافه بيني وبين اللي قدام مني، عشان اعمل حساب ايه، التوقف. اتنين برضو، ان انا عشان قدام مني برضو لو مش شايف او حاجه ظهرت له فجاه ووقف، تمام، او هو مش، الرؤيه عنده مش واضحه، يبقى انا عندي مسافه برضه ان اعرف ايه، اتفاداه او ايه، اقف بعيد عنه. برضه عشان لو قدام مني انحرف في يمين او انعطف يمين او شمال فجاه بدون اي اشارات، تمام، ابقى انا برضه عامل حسابه ايه، في مسافه بيني وبينه ما اصطدمش بيه. فترك المسافه بيني والسياره قدام مني دي من الحاجات الاساسيه في القياده اثناء المطر. زي ما حضرتك شايفين مع بعض كده، بص، أو كل عربيه الثانيه سابقه حوالي بمقدار ثلاث اربع عربيات ايه من بعض. طب حاجه برضه، التزم بالسرعه المطلوبه على الطرق. احنا شفنا قبل كده في السرعه الجنونيه او السرعه الزائده، قلنا ازاي السرعه الجنونيه سبب رئيسي في وقوع الحوادث ووقوع الاصابات والوفيات. طيب، اذا كان في الاحوال العاديه السرعه في الاحوال العاديه بتؤدي الى حوادث، ما بالك بقى في اثناء سقوط المطر والاجواء السيئه، الاحوال الجويه السيئه، تبقى السرعه عامله ايه. ده انا كمان مش بلتزم بالسرعه المطلوبه على الطريق، ده انا بقلل كمان عنها. يعني السرعه مثلا على الطريق 60، انا مش على 60 في اثناء سقوط المطر، ده انا ممكن امشي بس على 30 ولا حاجه. اقلل السرعه ليه؟ برضو السرعه، قلنا برضو نفس السبب، ان انا لو جريت بسرعه بالعربيه اجي امسك فرامل، ادوس فرامل، وقلنا نتيجه ابتلال الارض بالميه تبقى الارض زلقه، فالكاوتش مش هيمسك في الارض، العربيه هتضطر تمشي قدام ثلاث اربع خطوات. فممكن ايه مع السرعه ما اعرفش اوقف، احكم المسافه بيني وبين قدامي او ايه، التحكم في العربيه. فلازم امشي بالسرعه الاقل من السرعه المطلوبه، عشان ابقى متحكم في العربيه واعرف ايه، في اي وقت اعرف ايه استوقفها. برضو وانا ماشي اتجنب الاقتراب من سيارات النقل الثقيل. بص حضرتك زي هنا كده، بص حضرتك عربيه النقل الثقيل الاطار بتاعها كبير، بيبقى يعتبر مساوي تقريبا للعربيه بتاعتي الملاكي. فالاطار الكبير ده، او العربيه النقل التقيله وهي ماشيه، بتعمل بتخلي الميه والاتربه
والرذاذ في الارض ايه بتنطره على العربيه بتاعتي انا. يعني طول ما انا ماشي عربيه النقل دي عمال تجيب التراب والميه من الارض على الزجاج السارع عندي، بالتالي مش هشوف. تمام، مش هشوف، بالذات الازاز الجانبي. فهو انا اصلا مش شايف من سكوت المطر. مش عارف بقى العربيه النقل دي عماله تجيب لي كمان من الارض، تجيب لي اتربه وحاجات من الارض على عربيتي. مش فابتعد عن ان ايه السواقه من عربيات النقل احسن وامن. اه، حاجه مهمه برضو برضو في الشتاء لازم اخلي بالي من الاطارات بتاعتي، وعمق المطاط، طبقه المطيه وعمق المداس، واتاكد من نقشات الموجود، نقشه الاطارات. احنا مع بعض شفنا قبل كده في حلقات السلامه المروريه ان الاطارات دي من اهم اجزاء السياره، واكتر حاجه بتديني نسبه امان على الطريق. وقلنا في الفصل الشتاء في اطارات شتويه غير الاطارات الصيفيه. شفنا الاطارات الشتويه بيبقى لها طبقه مطاط اعلى، ليها النقشات بتبقى اكتر، فتحات المداس او النقشات بتاعت المطاط بتبقى اعمق عشان تدرس الميه منها، الميه ما تباتش فيها، عشان يبقى لها احتكاك بالارض اكبر. فلازم استخدم الاطارات الشتويه عشان اعرف اتعامل مع ارضيه الطريق المبلله. برضه اتاكد من ضغط الهواء. شوف العربيه لاصق، قلنا لاصق بتاع العربيه او الكتالوج بتاع العربيه، اتاكد ان الاطار بتاعي الهواء مظبوط فيه على الضغط ايه المحدد لها. الاطارات دي في الشتاء من الحاجات الهامه واللي بتحقق لي نسبه امان اثناء القياده. برضه حاجه مهمه لازم اتاكد منها قبل ما اركب العربيه في الشتاء، مساحات العربيه الاماميه دي لازم اتاكد ان هي شغاله، وان الكاوتش او المطاط اللي فيها ده حالته كويسه مش متآكل. عشان في ناس تمام من موسم للموسم ممكن مع حراره الصيف مع الركنه المطاط ده والكاوتش ده يتاكل. لازم اتاكد ان المساحات شغاله والاطار او المطاط ده بتاعها حاله جيده. واجيب مساحات نوعها جيد، ما اجيبش حسب السعر، مش اقولش النوع سعر اقل اجيبه علشان اوفر ماليا، لا. اجيب حاجه اللي تحميني وتخليني ايه اعرف اسوق العربيه اثناء الشتاء. لو جبت مساحات تعبانه مش بتمسح المايه دي او مش بتزيل المايه مع الازاز، ما همشي ازاي؟ ما انا مش عارف امشي في الشتاء، هيبقى الازاز كله مبتل بالمياه، المساحات دي مش هتبقى لها لازمه. فلازم اتاكد ان المساحات بتاعتي حاله جيده وشغاله، وعليها قدره على ازاله قطرات المياه من على الزجاج الامام بتاعي. لو في عربيات فيها مساحات في الخلف للزجاج الخلفي استخدمها ان وجدت. برضه حاجه تانيه مهمه اثناء قياده المركبه اثناء سقوط المطر، ما بمشيش جانب الطريق، بمشيها جنب يمين الطريق. ليه؟ ممكن يكون عربيات عطلانه، عربيات معطله، او نتيجه المياه بيها عطل. العربيات دي بتركب كلها يمين الطريق، واصلا انا ماشي مش شايف مع الميه ومع الاجواء السيئه، مش شايف، ممكن اصطدم بيها. فاحسن حاجه امشي في نص الطريق، في اثناء المطر امشي في نص الطريق، ابتعد عن الحافه اليمنى منعا للاصطدام بالسيارات المعطله. لو بقى عربيتي عطلت او حصل فيها عارض اثناء القياده في المطر، اضطر بقى اجي ما اقفش في يمين الطريق عشان ممكن حد يجي من ورا يصطدم بيا. احاول اطلع في جانب الطريق خارج الطريق خالص، يعني في المنطقه الترابيه بيسموها الطبال. عشان لو وقفت على يمين الطريق ممكن حد جاي من ورا مش شايفني في الرؤيه ده ضعيفه يروح خابط فيا. احاول اطلع بره الطريق خالص، استخدم المثلث العاكس، الانوار الرباعيه دي اشارات فلاشر ورا ان انا موجود اصلا، عشان انبه اللي ورا مني ايه ما يصطدمش بيا. برضه احاول ما اتجنب القياده اسفل الاشجار، ما اجيش تحت شجر اركن او امر تحت اشجار على قد ما اقدر. ليه؟ ممكن مع الرياح الشديده والاعاصير والمياه الغزيره ممكن الاقي الشجره دي مثلا وقعت من مكانها، او فرع وقع منها يقع عليا على العربيه، او الشجر الاتربه والاتربه والغبار اللي على الشجر ممكن مع الميه ينزل على العربيه عندي، يعمل لي طبقه من الطين كده، او من طبقه سوداء كده، خليني ما اعرفش اشوف برضو وانا ماشي. فنبتعد عن القياده اسفل الاشجار ان ايه استطعنا. برضو اثناء المطر والعربيه كلها ميه ما احاولش اجي اقف تحت برج كهرباء او كابينه بتاعت كهرباء، اي حاجه خاصه بالكهرباء. ليه؟ ممكن مع الميه مع الكهرباء تعمل حاجه للناس كهربائي يؤدي الى اصابتي على الفور. على قد ما اقدر في الشتاء ابتعد عن الاشجار وعن اكشاك الكهرباء.
حاجه مهمه بقى، التزم باشارات وقواعد واداب المرور طبعا. الاشاره الضوئيه الحمراء التزم بيها. لما الخطوط الارضيه، على تعليمات رجل المرور لازم التزم بيها. عشان اصلا احنا قلنا ان الرؤيه والقياده اثناء المطر، بتبقى القياده بتبقى صعبه. مش شايف قدام مني، الارض مش سليمه، الكاوتش مش بيمسك الارض. ما ينفعش اخالف اشاره او ما التزمش بتعليمات رجل المرور. طب ما ده كل ده يسهل او يؤدي الى وقوع حوادث. لازم التزم باشارات وقواعد اداب المرور، ده طبعا بصفه مستمره في جميع الاجواء، وخاصه اثناء سقوط الامطار. آه، غالبا او يعني الكل باثناء سقوط الامطار عشان الميه ما تخشش جوه العربيه كلنا بنقفل الازاز. بس مع المسافه بقى لما نمشي كتير وقافلين الازاز، بيتم عمل طبقه من بخار الماء على الزجاج الامامي من الداخل. البخار ده، بخار الماء ده أنا ما بشوفش منه، فلازم اول باول امسحه. طب ازاي؟ يفتح نوافذ السياره كل فتره عشان البخار ده يزيل، او افتح التكييف، مكيف العربيه التكييف افتحه بدرجه مقاربه لدرجه الحراره اللي بره. التكييف عليه قدره انه يسحب بخار الماء ده ويطرده بره. حاجه من الاثنين، يقفل يفتح الازاز نسبه بسيطه عشان اطلع بخار الماء ده، او افضل قافل الازاز واشغل التكييف بدرجه مناسبه عشان اطرد بخار الماء ده عشان اعرف اشوف وامشي بالعربيه بتاعتي. الحاجات برضو اللي خلي بالي منها اثناء القياده اثناء سقوط المطر، ما اضغطش على الفرامل مره واحده. لا، اضغط عليها لو في يعني، لو لابد اضغط يعني استخدم الفرامل، اضغط عليها تدريجيا. يعني ايه، واحده واحده كده. او بطريقه تانيه، ثانيه اضغط وثانيه اسيب، ثانيه اضغط وثانيه اسيب. انما ما تدوس الفرامل مره واحده. لو دوست عليها مره واحده مش الاطارات مش هتمسك مع الارض مبلله، فهتلاقي العربيه ايه، بتزحف مني او بتمشي لوحدها ثلاث اربع خطوات قدام. وفي حاجه تانيه احسن برضو من استخدام الفرامل مره واحده، لو يعني الطريق يسمح لي او المسافه تسمح لي ممكن استخدم الغيارات العكسيه. يعني انا مثلا السكه قدام مني فاضيه بس عايز اهدي، او على المسافه قدام، يعني في عربيه قدام مني بس على مسافه، فممكن بدل ما ادوس الفرامل اجيب الغيارات العكسيه. يعني مثلا عشان ماشي على التالت اجيب التاني، لو التاني اجيب الاول. ليه؟ سرعه العربيه هتهدي مع عدم وقوف دوران العجل. انما الفرامل لو دوست عليها العجل كله هيقف، ده لفه العجل هتوقف، فبالتالي العربيه مش هتمسك، العربيه هتمشي برضه. انما لما اجيب الغيارات العكسيه سرعه العربيه هتقل، في نفس الوقت الاطارات في حاله سير ما وقفتهاش مره واحده. فده امن اذا سمح حال الطريق وحال الرؤيه. لما اجي انعطف يمين او شمال، احود يمين او شمال، واحده واحده، ما اخدهاش برضه بسرعتي بالسرعه بتاعتي. ليه؟ الارض لازقه، الارض مزحلقه وفيها ميه. تمام، فلو دخلت بسرعتي مره واحده ممكن العربيه تتزحلق مني، وممكن لغايه دلوقتي العربيه تتقلب. فبخش ايه، بخش اي انعطاف يمين او شمال، واحده واحده، وما اضغطش على الفرامل، اضغط عليها زي ما قلنا ايه، واحده واحده تدريجيا. طبعا اللي ما مشيش عكس الاتجاه ابدا. في الاصل احنا اللي ماشي في طريقه مش شايف، يعني اللي ماشي في اتجاه الطريق الصح مش شايف اللي قدام منه، او ماشي بالراحه واحده واحده، خايف يحصل حاجه. مش عارف بقى لو واحد جه في وشي عكس اتجاه، طبعا مش عامل حساب وانا ده، او مش هشوفه. فطبعا الاصابات الناتجه عن السير عكس اتجاه ده حاجه يعني، حاجه خطيره. طبعا الكلام ده برضو في جميع الاجواء على مدار اليوم، بس خاصه برضو في اثناء سقوط المطر بتبقى مشاكلها اكبر. برضو اثناء سقوط المطر زي ما قلنا الطريق مش واضح، الرؤيه مش كويسه، والارض مش مساعده. ما اجيش الف او ادور من اي دوران غير شرعي، يوتيرن، اخش من يوتيرن مش يوتيرن غير شرعي او غير رسمي. ليه؟ انا ماشي في الطريق عارف في يوتيرن مثلا هيقابلني كمان 200 متر، فبعمل حساب عليه. انما لو حد طلع لي من يوتيرن غير رسمي او غير معروف، مش هشوف او مش عامل حساب عليه. فلو سمحت في اثناء سقوط المطر القياده تكون بحذر، والتزم بالتعليمات، الاشارات، الخطوط الارضيه، الفتحات، اليوترنات، مش غلط. عشان كل ده اصلا هي القياده اثناء المطر. انا ماشي مش شايف حاجه اصلا، فما ما بوظش الدنيا، واعمل ارتكب حاجه ايه تؤدي الى وقوع حوادث.
حاجه برضه انا ماشي، وانا ماشي في ناس كده فرحانه معاها الموبايل بتاعها تقعد تصور المطر. تمام، طب اهو اتجنب تصوير الامطار اثناء القياده انها خطر عليا وعلى الاخرين طبعا. انا اصلا مش شايف الطريق عدل، ان انا بقى مش انا مش شايف كمان يعني، ببص على التليفون بصور المطر والمنظر الطبيعي، لا، كل ده خطر. اصلا التليفون محمول ما استخدموش خالص في اللحظات دي. زي ما قلنا لو حاله الرؤيه منعدمه والاضواء مش مساعداني، ممكن استخدم آلة تنبيه على صوره متقطعه كده، بحيث انبه ان انا ايه، عندي مشكله، او انا موجود، او انا ماشي على الطريق ده. خلي بالي من الطرقات الزلقه، الطرقات اللي هي فيها ميه. احنا اكتر الطرق نتيجه سقوط المياه عليها في فصل الشتاء، وهي اصلا الطرق دي اصلا بيكون فيها بعض قطرات الزيت على بعض قطرات الاتربه، فمع الميه بتعمل حاجه زي نوع كده من ايه، طبقه من الصابون، طبقه كده زلق كده زي الصابون. فانت لو العربيه مشيت عليها، ممكن العربيه تفقد احتكاك الاطار بالطريق فيها دي، فتلاقي العربيه ماشيه لوحدها من إيه؟ ولا فرامل ولا حاجه متحكمه فيها. فدي اعمل ايه؟ امسك العجله كده كويس، احاول ما ادوس فرامل على قد ما اقدر، لغايه ما الاطار يمسك في الطريق مره اخرى، وابتدي بقى ايه، اهدي العربيه واكمل او اركن على اليمين زي ما انا عايز. فخلي بالنا ايه من الطرق اللي هي ايه، اللي فيها اللي عامله زي الصابون دي، تبقى نتيجه اختلاط الميه بالزيت بالاتربه، فنخلي بالنا منها. ممكن برضه اتابع الراديو اللي على السياره عشان اعرف الطرق المغلقه وتجمعات المياه فين، بحيث ابعد عن الطرق دي واخد الطرق البديله. برضه من الحاجات المهمه برضه، ابتعد على قد ما اقدر عن ان امشي بالعربيه في البرك، تجمعات المياه او البرك العاليه. ليه؟ التجمعات العاليه دي بتغطي حوالي نص العربيه، فانا مش شايف تحت في ايه. ممكن يكون في تحت حفر او اراضي منخفضه تحت، او بلوعات مفتوحه ممكن انزل فيها. العربيه تحت ممكن انزل فيها، اعمل اضرار اكتر. حاجه المساعدين او المساعدين السياره ينكسروا، العربيه من تحت يحصل لها حاجه. ممكن برضو ارتفاع المياه دي، المياه هتخش الموتور، هتخش الموتور، هتخش على البوجيهات اللي هي شمعات الاحتراق، هتخش على ماسورة العادم. المية أعلى من نص السفلي للعربية. فابتعد عن برك المياه أو التجمعات العالية دي، عشان أنا مش شايف تحت في إيه، وممكن الحاجات دي تخش جوه العربية، هتبطل العربية مني على طول، هتعطل. يعني المية لو دخلت على شمعات الاحتراق والبوجيهات، هتقف خلاص، مش هعرف أشغلها، ولا هعرف أنزل من العربية، ولا حد يعرف يجي لي يسعفني. فنخلي بالنا من التجمعات أو برك المياه دي. طب خلاص لا قدر الله حصل وانا نزلت في تجمع مياه او بركه مياه، والعربيه خلاص عطلت ما بتدورش، اعمل ايه؟ ما تحاولش تشغل العربيه تاني. لا خلاص، هي الميه دخلت جوه الموتور، ودخلت جوه بوجيهات، خلاص مش هتدور. لو انا حاولت اشغل العربيه تاني يعني انا بقى بلمس زي بلمس كهرباء، هيحصل ايه؟ خلاص الميه هتخش جوه الموتور مع الزيت. ممكن تعمل شرز كهربائي، أو تعمل شرز كهربائي، وممكن تؤدي الى انفجار او اشعال السياره. فانا كل ما عليا ما ادورش، واتصل باي حد يجي يشد العربيه ويطلعني في مكان امن وجاف بره، منعا لحدوث ماس كهربائي يؤدي الى اشتعال السياره. في النهايه بتعتبر القياده اثناء سقوط المطر من اخطر انواع القياده زي ما قلنا على الطرق العامه، ولازم نلتزم بالتعليمات والاصول الفنيه اللي يجب مراعاتها بالسير بالسياره اثناء سقوط المطر. تمام، او الاحسن من كل ده ان لو في ايدي اجل الرحله لغايه ما الجو يبقى كويس، يبقى احسن. او انا مش ملم بالقياده اثناء المطر، او انا من النوع اللي بتوتر، او ما عنديش قدره تحكم في اعصابي. ماشي، مش عيب، ممكن اخلي حد يسوق العربيه، اي حد يسوق معايا العربيه لو عندي مش رحله مهمه. المهم ما امشيش في المطر بدون ادنى اهتمام او اي احتراس، عشان ده كله يؤدي الى حدوث حوادث مريه واصابات ووفيات. احنا كان وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا في حلقات اخرى ان شاء الله من برنامج القياده الامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.